نعم. التوريده وديال الصحراء مازال منتشرين الرقعه نعم ديال نعم المهرجان نعم. لتامين سلامه المواطنين. وما نسوش هذه الارض الكريمه انها فيها ناس شرفاء واللي هما عندهم الرساله اللي كتوصل لوزاره الفلاحه بحكم ان هذه المنطقه هذه راه الرساله اللي كنوجه لوزاره الفلاحه هو حبذا هذا مهرجان لتبوريده للتين، وكنتمنى من الله تعالى ومن وزير الفلاحه هو انه يشجع هذه المنطقه، يجيبوا لنا معرض للتين والعنب يكون هنا. المنطقه مشهوره خاص لان انا كليت التين بزاف المناطق، ولكن التين اللي كاين في هذه المنطقه يعني جوده عاليه جدا، كاينه جوده عاليه لا هو ولا العنب الدكالي. وشكرا شكرا كنت معنا على جريده الذروه 24. شكرا. انتم كمجتمع مدني الرساله اللي كتبغوا توصلوا لوزاره الفلاحه بحكم ان هذه المنطقه هذه راه الرساله اللي كنوجه لوزاره الفلاحه هو حبذا هذا مهرجان لتبوريده للتين، وكنتمنى من الله تعالى ومن وزير الفلاحه هو انه يشجع هذه المنطقه، يجيبوا لنا معرض للتين والعنب يكون هنا. المنطقه مشهوره خاص لان انا كليت التين بزاف المناطق، ولكن التين اللي كاين في هذه المنطقه يعني جوده عاليه جدا، كاينه جوده عاليه لا هو ولا العنب الدكالي. وشكرا كنت معنا على جريده الذروه 24. شكرا. كنشكر رئيس الجماعه السي عبد الجبار الزهري، كنشكر محمد بركيشه اللي رئيس الجمعيه وعزيز الهاني اللي سهروا على هذا الموسم تنظموه. ماشي صعيب باش ينظموه، نظموه وكان في المستوى، وكان يعني ما كانوش ينتظروا الناس غادي يكون هذا الشيء، وجونا الخيل من مناطق اخرى وزاد داك الشيء زوين تبارك الله. والعام الماجي ان شاء الله غادي يكون اكثر من هذا الشيء، وكنطلبوا من الناس اللي من الغرفه الفلاحيه والناس اللي تولي عند هذا مهرجان ديال التين، كنطلبوا من جهات جهات مدعمه باش تدعم ويكون مهرجان في المستوى ويزيد يكبر في المستوى. والمنطقه راه ماشي سهل. بالنسبه للامن حنا كما كنشوفوا الامن تبارك الله منتشر في جميع رقعه المهرجان. من هذا المنبر كنحييو رجال الدرك الملكي، السلطه المحليه، الجماعه، كلهم ناس كيف ما كنشوفوا كيبقاو ساهرين على الامن ديال المواطنين حتى كتتم عمليه ديال التبوريده، العمليه ديال السهرات بامن وامان. اشنو كتبغي الرساله اللي كتوجه لهاد الناس؟ الرساله كنوجه رساله الشكر بعد الدرك الملكي والقوات المساعده والقائد ولاد فرج اللي توا ساندنا وكان معنا هنايا، زعما كنا تعب معنا بزاف، هو الرئيس وكشي. والجمهور كان عندنا حنا راه ماشي داك اللي كيدير الشغاب ولا شي، الجمهور كان عندنا تبارك الله راه زوين. انتم جيتوا شفتوا الجمهور كيدير وكذا، ما كاين لا مشاكل لا حتى حاجه، الناس باغا تتفرج في الخيل وباغا تتفرج في داك كلي وداك الشيء كلشي، والناس فرحانه، العائله كامله فرحانه تبارك الله بهذا المهرجان اللي كان في المستوى. اذا هنيئا لجماعه سيدي علي بن يوسف على هذا الانجاز الاول اللي كان اول مره النسخه الاولى ديال المهرجان. وبالنسبه للناس اللي كيتفاعلوا معنا عبر التعاليق وكيسولوا على فين جا هذا المهرجان وهذا، كنقول لهم هذا المهرجان راه كيتواجد بجماعه سيدي علي بن يوسف المجاوره لجماعه اولاد فرج اقليم الجديده. كنتمناو الناس باش يجيو ويديروا واحد الاطلاله على هذا المهرجان وواحد الاطلاله على هذه المنطقه والمورود ديال هذه المنطقه، وباش معروفه هذه المنطقه هي منطقه فلاحيه معروفه بالتين على الصعيد الوطني، هي المنطقه الاولى على الصعيد الوطني فيما يخص شجره التين. بغينا يجيو عندنا كاع، انا الحمد لله دابا كيجيو عندنا الوزينات
كيديو من عندنا على المنتوج ديالنا، راه كيمشي لاوروبا للصباليون، في اي بلاصه كيمشي لها المنتوج ديالنا. انا راه كنخدم في المنتوج ديالي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، محمد بركاشيه، رئيس جمعيه الاصيل اللي في التوريد والحفاظ على الموروث الثقافي بولاد فرج، الكاتب العام لائتلاف جمعيه المجتمع المدني بولاد فرج. بالنسبه لهذا المهرجان ديال التين خدينا كبادره، حنا جمعيه المجتمع المدني بولاد فرج خدينا كبادره بشراكه مع جماعه ولاد سيدي علي بن يوسف. كتعتبر هذه الجماعه بكل اعضائها ورئيسها المساند الرسمي الاول. كذلك جماعه ولاد فرج حتى هي ساهمت بواحد الشكل. بالنسبه لهذا المهرجان، عدد الصربات اللي كانت اول مره في تاريخ ولاد سيدي بن يوسف تنظم مهرجان بهذه الطريقه، اللي هو مهرجان التين، اللي ما كناش ظانينه غادي يعطي هذه البصمه وغادي يعطي هذا الكم الهائل ديال الجمهور، وغادي يعطي هذه الفرجه تبارك الله ديال الخيال اللي جاونا من مدينه سطات، جاونا من مدينه برشيد، كذلك سيدي بنور، جديده، الزمور، كاع الصربات ديال المدن المجاوره الحمد لله حجوا، جاونا تقريبا ما بين 12 صربه لاول مره. الموسم الانطلاقه ديالو بدات ب 26 وغتسالي نهار 30 ان شاء الله. تفاجئنا بحضور جماهير الغفيره تبارك الله والمنظمه بهذا الشكل متعطشه، وكنشكروا كل الساده اللي ساهموا معنا في انجاح هذا المهرجان ديال التين لنسخته الاولى. والرساله ديالي بعجاله نتمناو من وزاره الثقافه ومن الجهات المعنيه تعطينا سند، تعطينا دعم باش نكونوا في حسن ظن ديال الجمهور المتعطش ديال سيدي علي بن يوسف، كيستاهل كل خير. وحنا كجمعيه المجتمع المدني حنا كنديروا بادره، ولكن خاصنا لابد لا وزاره الغرفه الفلاحيه او وزاره الفلاحه او وزاره الثقافه. الجمهور ديال المناطق الفلاحيه النائيه راه متعطش على هذا الموروث الثقافي، لا التبوريده ولا الصيد والصقور كما كتشوفوا، ولا الحفاظ تاع الشجره ديال التين، لان حتى هي شجره مباركه عطى لنا الله في هذه المنطقه ديال سيدي علي بن يوسف ولاد فرج. فنتمنى ان شاء الله ما تنقاطعش، لان العائلات كيتقاتوا منها، كيقريو منها الاولاد ديالها، كلنا كيرسمونا المستقبل ديالهم في هذه الكرمه ديال التين. فلهذا حنا حاولنا باش نعطيوها صوره ونعطيوها صيغه حقيقيه في هذه المنطقه، حنا كجمعيه المجتمع المدني. وكنشكر هذا الساده الصحافه اللي جاوا واكبونا من بدايه هذا المهرجان، ونتمنى ان شاء الله باقي الخير قدامنا، ونتمنى القادم افضل ان شاء الله. بالنسبه لهذا المهرجان، عدد الصربات اللي كانت اول مره في تاريخ ولاد سيدي بن يوسف تنظم مهرجان بهذه الطريقه، اللي هو مهرجان التين، اللي ما كناش ظانينه غادي يعطي هذه البصمه وغادي يعطي هذا الكم الهائل ديال الجمهور، وغادي يعطي هذه الفرجه تبارك الله ديال الخيال اللي جاونا من مدينه سطات، جاونا من مدينه برشيد، كذلك سيدي بنور، جديده، الزمور، كاع الصربات ديال المدن المجاوره الحمد لله حجوا، جاونا تقريبا ما بين 12 صربه لاول مره. الموسم الانطلاقه ديالو بدات ب 26 وغتسالي نهار 30 ان شاء الله. تفاجئنا بحضور جماهير الغفيره تبارك الله والمنظمه بهذا الشكل متعطشه، وكنشكروا كل الساده اللي ساهموا معنا في انجاح هذا المهرجان ديال التين لنسخته الاولى. والرساله ديالي بعجاله نتمناو من وزاره الثقافه ومن الجهات المعنيه تعطينا سند، تعطينا دعم باش نكونوا في حسن ظن ديال الجمهور المتعطش ديال سيدي علي بن يوسف، كيستاهل كل خير. وحنا كجمعيه المجتمع المدني حنا كنديروا بادره، ولكن خاصنا لابد لا وزاره الغرفه الفلاحيه او وزاره الفلاحه او وزاره الثقافه. الجمهور ديال المناطق الفلاحيه النائيه راه متعطش على هذا الموروث الثقافي، لا التبوريده ولا الصيد والصقور كما كتشوفوا، ولا الحفاظ تاع الشجره ديال التين، لان حتى هي شجره مباركه عطى لنا الله في هذه المنطقه ديال سيدي علي بن يوسف ولاد فرج. فنتمنى ان شاء الله ما تنقاطعش، لان العائلات كيتقاتوا منها، كيقريو منها الاولاد ديالها، كلنا كيرسمونا المستقبل ديالهم في هذه الكرمه ديال التين. فلهذا حنا حاولنا باش نعطيوها صوره ونعطيوها صيغه حقيقيه في هذه المنطقه، حنا كجمعيه المجتمع المدني. وكنشكر هذا الساده الصحافه اللي جاوا واكبونا من بدايه هذا المهرجان، ونتمنى ان شاء الله باقي الخير قدامنا، ونتمنى القادم افضل ان شاء الله. معكم باروده حكيمه، رئيسه الجمعيه الجهويه للمراه الفلاحه جهه الدار البيضاء سطات، عضوه بالغرفه الفلاحيه وعضوه بالاتحاد المغربي للفلاحه. احنا اليوم بصدد واحد المهرجان اللي هو مهم جدا لنسخته الاولى لجماعه ولاد زيد بدكاله، اللي كان عرس كبير بالنسبه للساكنه، وكانت فرحتنا كبيره بهذا المهرجان. اول حاجه كنشكروا رئيس الجماعه سي عبد الجبار، اللي هو عطى واحد المجهود كبير 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 بزاف. وكنشكروا
الجمعيه اللي هي صاهره على هذا المهرجان، يعني ماشي سهل باش انهم يقوموا بهذا العمل اللي هو كان جبار، وكان واحد المجهود اللي هو كبير بزاف. النسخه الاولى، ويعني ما كاينش شي دعم اللي هو مهم بالنسبه اللي غادي، يعني راه كان تحدي والحمد لله كان. رئيس الجمعيه قال لك حتى الدعم كان غير المجهودات ما بين الجمعيات، وكان المدعم الاساسي ربما دعم من مالي الخاص هو رئيس الجزء الجمعي ديال سيدي علي. نعم يعني ذاك الرئيس بعدا اش نقول لك، ما شاء الله عليه، زعما رئيس راجل طيب وكيتعامل مع الساكنه بواحد يعني كانه الاب ديالهم، ماشي كنشوفش انا انه كيتعامل كانه سياسي او لا، يعني الاب ديالهم، وهو بغى يفرح الساكنه وبغى يفرح يعني. وما نساوش الاعضاء حتى هما كنشكروهم من هذا المنبر، حتى هما داروا واحد المجهود، وكنشكروا السلطه المحليه على راسهم عامل صاحب الجلاله ديال الاقليم الجديده. معكم بارودة حكيمة، رئيسة الجمعية الجهوية للمرأة الفلاحة جهة الدار البيضاء سطات، عضوة بالغرفة الفلاحية وعضوة بالاتحاد المغربي للفلاحة. احنا اليوم بصدد واحد المهرجان اللي هو مهم جدا لنسخته الأولى لجماعة ولاد زيد بدكالة، اللي كان عرس كبير بالنسبة للساكنة، وكانت فرحتنا كبيره بهذا المهرجان. كنشكروا السيد القائد اللي هو والله العظيم الا كيبقى معنا حتى لوحده الليل 3 الليل عاد باش كيمشي للبيت ديالو، يعني تبارك الله عليه، الله يعطيه الصحه. يعني كلشي متضامن، كلشي متحد، والحمد لله كلشي داز زوين. كما كنشوفوا رجال الدار الملكيه رجال القوات المساعده حتى بعد النهايه ديال الوريده وديال الصحراء مازال ماشيين في الرقعه ديال نعم.